من خلال قراءاتي للكاتب إبراهيم أحمد عيسى، اكتشفت يعني في ميزة مميزة جدا لكتاباته، وهي أهمها إنه بيعرف يعيشك تفاصيل المكان وكأنك عايش مع القصة في نفس مع البطل في نفس المكان. بتشوف نفس الأشكال، بتشوف نفس المباني، بتشوف كأنك في نفس ذات العصر. عايز أعرف أسأله سؤال مهم جدا: هو مين الكتاب أصلا اللي هو كان متأثر بيهم في الكتابة بصفة عامة؟ ومين الكتاب اللي هو بي يعني بيفضلهم بصفة شخصية ليه ككاتب يعني؟ والله يا أسامة، يعني أنا القراءات بتاعتي متنوعة، لكن أنا بفضل كتابات محمد المنسي أنديل، وبحب كمان الراحلة رضوى عاشور. كمان عندي يعني حب وشغف خاص إن أنا أقرأ لأمين معلوف. في كتابات معينة كده، يعني أنا بضعف قدام كتابها ولازم أقرأها يعني. عز الدين شكري فشير. لكن بصفة مستمرة أنا الفترة الأخيرة بقرأ في الأدب اللاتيني ترجمات لماريو بارجاس يوسا وكمان يعني الحاجات بتاعت ماركيز، لأن أنا كنت أهملتها فترة، فبدأت أدخل في موضوع الأدب اللاتيني الفترة الأخيرة. بالإضافة طبعا لنجيب محفوظ، أنا شغال بصفة دورية كل شهر على رواية ليه، بجانب طبعا القراءات التانية. تفاعلا مع جوابكم على سؤال الأستاذ سعيد عمي من أكادير، ولاحظ أن مجموعة من الكتاب الشباب أو كتاب بصفة عامة يعمدون إلى تقديم نصوص جديدة تتأسس على استلهام النصوص السردية القديمة والنصوص التاريخية، ويستعملونها أو متكئة لإنجاز قراءة التاريخ وتجسيد مواقف منه، بناء على ما تستدعيه مقتضيات ومتطلبات الحاضر والمستقبل. سؤال الكاتب: بالنسبة لأعمالك، أين يبدأ التاريخ وأين ينتهي في روايتك بصفة عامة؟ هل تعمد إلى أحداث تاريخية لتشتغل عليها وتملأ الفراغات التي سكت عنها المؤرخ بتقنية تخيل تاريخي، أم تكتفي فقط باتخاذ إطار تاريخي عام وتخلق عالما متخيلا بالكامل ضمن هذا الإطار العام؟ زي ما ذكرت من قبل إن أنا بتخذ من الحدث التاريخي حيز وبشتغل عليه في إطار متخيل لملء الفراغات التاريخية التي غفل عنها المؤرخ، أو لم يكن منوط بالمؤرخ إن هو يدونها. المؤرخين في العادة بيكون لهم وجهات نظر غير محايدة. يعني احنا لو قرأنا كمثال لابن شداد وهو بيتكلم عن صلاح الدين الأيوبي، فهتلاقي فيه تفخيم كبير جدا لصلاح الدين الأيوبي، في حين ان ابن الأثير نزل بصلاح الدين الأيوبي لمراتب دنية جدا في بعض كتاباته. فده بيرجع للمؤرخ ميله لأحد الأطراف، لكن الرواية غير منوط بيها كده. فالرواية بيكون في الغالب حياة تام، وانت بتعرض كل الشخصيات، وده بيكون الأمثل ان الحدث التاريخي بيكون هو الإطار العام، وأوقات كتير بيكون الحدث التاريخي هو البطل ذات نفسه، ملحمة، معركة، لحظة سقوط، لحظة انتصار. ده في الأغلب يعني. أما متى يبدأ التاريخ في رواية إبراهيم أو بينتهي فيه، فأعتقد إن برضو بتختلف من رواية لأخرى وفي تناول الرواية. لكن أنا زي ما ذكرت من قبل، الموضوع أشبه بصنع آلة زمن لنقل القارئ. فالتاريخ بيبدأ من أول حرف بيتكتب في الرواية لحد كلمة تمت، ومع الشكر كمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أحب أشكر جمعية الرواية المسافرة إن هي أتاحتني الفرصة العظيمة دي، إني أحتفي بالكاتب الأستاذ إبراهيم أحمد عيسى، ابن بلدي وابن مدينتي الإسكندرية. أنا لي الشرف إني قريت كل أعماله. أحب أقوله كل سنة وحضرتك طيب، والسنة الجاية دايما تكون في أحسن حال ومن نجاح لنجاح. وأنا عايزة أسألك سؤال:
هو ليه حضرتك دايما بتكتب في النهايات؟ يعني نهاية باري، نهاية طريق الحرير، الشدة المستنصرية، الحاجات دايما بتبقى فيها كمية حزن عالية جدا. صحيح هي حقبة من التاريخ كانت موجودة واحنا ما كناش نعرف عنها حاجات كتير يعني، لكن هل ممكن ان حضرتك تكتب لنا حاجة في يعني في عز المجد الإسلامي؟ آه، ممكن تكون في جزئية احنا برضو ما نعرفش عنها حاجة، او بطل ما احنا ما نعرفش عنه على نفس النهج وعلى نفس الخط. يعني انت حزنتنا كتير بصراحة، واحنا بكينا في كل رواياتك تقريبا. ما شاء الله، حضرتك عندك تراكيب ومعاني وألفاظ ولغة قوية جدا، بتخلينا بالظبط التعبير اللي حضرتك قلته في آلة الزمن. احنا بناخد آلة الزمن ونروح المكان اللي بتحكي عنه وبنكون موجودين، بنتمنى نكون بطل من الأبطال دي. فهل ممكن تكتب عن بطل تكون يعني نهايته انتصار؟ نتمنى كده، خصوصا ان قلم حضرتك قلم مميز ومش اي حد هيقدر يكتب بالطريقة دي يحببنا في التاريخ. وانا بقول لحضرتك كل سنة وانت طيب تاني، وربنا يوفقك، وشكرا للمرة التانية لجمعية الرواية المسافرة. شكرا أستاذة نبيلة على التهنئة، ربنا يسعدك يا رب ويخليكي. آه، أنا ليه بكتب دايما في النهايات؟ يعني مثلا نهاية باري، نهاية الأندلس، خلينا نقول إن هي كل نهاية هي بداية جديدة. ودي أظن الكلمة دارجة جدا، يعني كل نهاية هي بداية جديدة، وبالفعل هي كل نهاية لها بداية جديدة، لها حياة تانية بعد الأحداث دي ما تخلص. يمكن أنا مش بميل للنهايات السعيدة في الروايات، لأن أعتقد إن النهايات السعيدة محلها الواقع مش محلها الروايات، على عكس ناس كتير بتعتقد. كمان خليني أقول لحضرتك إن الروايات، سلسلة الروايات بتاعت حكاية المنسيين في حقب مختلفة تماما وفيها بدايات سعيدة، يعني مش شرط إنها النهاية تبقى مش سعيدة، لكن بدايات سعيدة، ويكون فيها بدايات وظهور دول، وفيها يعني لحظات عز ولحظات عز كبيرة جدا. طبيعي إن أي كاتب بيتطور مع الوقت، بيخرج أحسن ما عنده. لأن الكتابة وإن كنا بنتحدث عنها كموهبة، فأظن إن هي قابلة لأن هي تتنمى وتكبر ويطلع الكاتب كل مرة عمل مختلف، ويتناول العمل بطرق سردية وبطرق يعني زي ما احنا بنتكلم كده مثلا في مختبر السردات، بتكنيك الكتابة، أسلوب السرد. الطرق دي مختلفة، ولازم الكاتب يطور نفسه من خلالها وتجربتها على المدى في طول الكتابات. لكن شخصيا أنا بشوف التطور اللي بيحصل معايا في الكتابات من خلال التفاعل. يعني الموضوع بقى ممكن بيبقى أسهل شوية في الكتابة، لكن أصعب شوية في التعبير، لأن أنا المفروض إن أنا أجيب كل مرة مفردات جديدة يعني، وبعيدة كل البعد عن التشبيهات والنصائح اللي بقدمها للكتاب إنهم واللي عندهم خاصة شغف بالتاريخ، إن هم يحاول يبقى ملم بكل تفاصيل الحقبة اللي هو هيتكلم عنها. كل التفاصيل من حيث الحياة الاجتماعية، ومن حيث يعني دراسة المجتمع والعمارة، وتفاصيل الحياة يعني للحدث، وتناول الحدث من أكتر من جانب، ويفتح عقله لآراء مختلفة ونظريات ووجهات نظر مختلفة.
لأن العمل الروائي بيحمل وجوه كثيرة، وكل قارئ بيشوفه بمنظور مختلف. فأظن علينا ككتاب أو خلينا نقول بس يعني متخصصين في الرواية التاريخية، إن الموضوع يبقى مثلا أكاديمي شوية، الموضوع يبقى واخد حيز مش مجرد كتابات بنقل التاريخ من الكتب، لا أنا بأدي فيه برضو حرفة وصنعة في السرد وفي نوع الكتابة واختلافها. لا، هي الرواية التاريخية مش موضة أبدا، وخاصة عن الأندلس والدولة العثمانية. بس خلينا نقول إن معظم دور النشر بتفضل إنها تكتب عن الأندلس والدولة العثمانية لما يدور حولهما من جدل واسع ما بين الدولة العثمانية والأندلس، والأحداث هناك والأحداث في اسطنبول والفتوحات العثمانية أو الاحتلال العثماني أو سقوط الأندلس أو حرب الاسترداد على حسب وصف كل واحد. أما بالنسبة لجورج زيدان فأنا شايف إن هو رائد الرواية التاريخية أول من كتب، وإن كان بعض الناس هقول بتتحامل عليه، هو ممكن يكون أضاف بعض الحاجات من عنده، لكن هو رائد في مجاله. كذلك علي أحمد بكثير فواء إسلاماه كان عامل ملحمة التتار وعين جالوت. فأظن الناس دي أثرت بشكل كامل على وعينا وإدراكنا، حتى لو كانوا بيقدموا الحاجة بشكل مختلف، إلا أن احنا علينا ندور عن الحقيقة فين ونقدر نكتب عنها. الجزء الثاني الحاج ألمان، أنا ما أقدرش أحرق الأحداث وأقول تفاصيل كتير وطريقة السير بتاع الرواية، لكن أقول إن هي تتناول سيرة عبد الكريم الخطابي، محمد بن عبد الكريم الخطابي، من الصغر لحد اللحظات الأخيرة في مصر، فهتكون أشبه بسيرة ذاتية، وإن شاء الله تخرج للنور قريبا يعني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لجميع مجموعتنا العزيزة. معكم أختكم إيمان كريم من فاس، طالبة علم. في المقدمة أريد أن أشكر جل مكونات مجموعة رواية المسافرة من منظمين ومسيرين، وأيضا أشكر الأعضاء الذين يساهمون في سيرورة أهداف المجموعة. أما بعد، أريد أن أشيد وأنوه بأستاذي الفاضل الكاتب إبراهيم أحمد عيسى. نعم، هو أستاذنا وأستاذي الذي لولاه لما انتبهت لجمال التاريخ وعظمة المجد الذي خلفه أجدادنا. فقبل سنين قليلة مضت كنت أمقت التاريخ، ربما بسبب المناهج التعليمية التي تخلو من حس المتعة في تلقيها وتلقينها، إلى أن دفعني فضولي في يوم إلى اكتشاف خبايا أولى روايات الأستاذ إبراهيم، هي رواية طريق الحرير. من خلالها انفتحت على عالم جديد، وأيقنت أن الطريق لتحقيق الأهداف لن يكون سهلا، فدائما ما نرى أن طريقنا ممهد وحريري، ولكن في طياته قد تهدم الأحلام. أيقنت بعدها أن الأندلس لم تسقط بسهولة، وإنما في جبال البشرات انطلقت الثورة العظمى على المحتل القشتالي. ربما لم يكن النصر بعدها، لكن تحقق الشرف، وخلف أجدادنا بعد تلك الحقبة تاريخا عظيما نتغنى به في الأشعار ونذكره في الكتب والمجلدات. كذلك رواية ابقى حيا تغوص بك في زمان ومكان آخرين، حيث تسرد قصة طالب علم تحول لحامل سيف مدافع عن الحق وناصر لمن تبقى حيا. من جانب آخر، أكثر ما أحببته بالروايات أنها لا تخلو من الواقعية، فرواية باري أنشودة سودان تلقي الضوء على شخصية حقيقية هي سودان، آخر حاكم مسلم لمنطقة باري بإيطاليا. فالرواية تدور عن المشاعر الإنسانية التي أرجح بين الحب والخيانة والمعارك. وفي الأخير، وإن شاء الله ليس أخيرا، الرواية التي فاقت كل التوقعات وحطمت الأرقام، رواية الحاج أليمان، الرجل الذي اختار الجهاد في سبيل الحق. فقد كنت أظن فقط أن الكتاب المغاربة قد اختزلوا تاريخ المغرب، لأكتشف أن خبايا التاريخ، خصوصا التاريخ المغربي، أغنى من أن تقتصر على عرق أو على جنسية واحدة، فهويتنا المشتركة تنقلنا إلى أبعد من الأفق. كل
كل هذا دفعني إلى اكتشاف التاريخ والغوص في خباياه، بعد أن كنت أظن أنه مجرد أحاديث يسردها المنتصرون، لتكون الصفعة بعدها حين قرأت في رواية الحاج أليمان: من لا يعرف تاريخه يقضي مستقبله تائها. حقا يا أستاذ إبراهيم، انتصرت علينا وحببتنا في تاريخنا العربي. أتقدم إليك بخالص عبارات الشكر والامتنان، وأتمنى لكم مزيدا من العطاء. والآن أصل إلى نقطة الأسئلة. السؤال الأول أستاذي هو: هل طريق النجاح في الكتابة هل يعتمد على الشغف أم على الحلم، أم الاعتماد فقط على الهواية والموهبة، أو أن النجاح في الكتابة هو مستخلص من جميع هذه المكونات؟ ثانيا أستاذ، هو ليس سؤالا وإنما هو طلب نصيحة، حيث أن لدي مجموعة من القصص التي لم أنشرها بعد. أقول من الممكن أنني أفتقر للشجاعة لنشرها، حيث أخاف من ردة فعل المتلقي، إضافة إلى بعض الروايات المشتركة مع أصدقائي، حيث نمتلك الفكرة وقد رسمنا الأحداث كلها في ذهننا، ثم تنقصنا الجرأة في الكتابة. بماذا تنصحنا أستاذ؟ وشكرا لكم. النجاح في الكتابة أو في أي شيء تاني، في البداية بشكرك إيمان على مداخلتك الراقية جدا. أنا آسف على الدخلة دي. وخليني أقولك إن النجاح في الكتابة أو في أي مجال بيعتمد على الإيمان بالحلم اللي احنا عايزينه. أي حاجة احنا بنحبها بنأدي فيها بشغف، وأي حلم احنا عايزينه بيجمع ما بين الشغف وما بين الحب وما بين الأمل، حتى لو كانت الظروف بتبقى صعبة، وحتى لو كانت في معوقات كتيرة جدا بتمنع، مثلا على سبيل الذكر في الكتابة تمنع النشر، تمنع التواصل، تمنع أو خوف زي ما انت بتقولي ان انا اعرض كتاباتي على القراء، فانا هفضل محلك سر. لكن انا عندي ايمان باللي انا بكتبه، وحاسس بصدق ومعاني الكلمات اللي انا بقدمها، اظن ان انا هوصل. والنجاح مش صعب، هو اجتهاد وسعي. اجتهاد وسعي ان في حلم انا عايز احققه وعايز اوصله، فهوصله. حتى لو وصلت النهاية وما حققتش الحلم ده، فانا عملت اللي عليا. هشوف حلم تاني واحققه، ورواية تانية وهتتشهر، وهكذا. اما نصيحتي ليكي، فاظن ان الكتابات الاولى بتبقى صعبة علينا ان احنا نخرجها للناس، خاصة الكتابات الاولى بيكون فيها جزء كبير جدا من شخصياتنا، ما بنقدرش نخفي شخصياتنا ومشاعرنا وتجاربنا الإنسانية عن الكتابة. لكن مع الوقت بنتمرس وبنصير أكثر خبثا وحرصا إن الناس تقرأنا من ما بين السطور. فأعتقد إن عليك إنك تاخدي الخطوة دي بجد، وتفكر إن أنت تعرضي كتاباتك حتى لو لم تلقى قبول بين الناس. المهم إن أنت مقتنعة بيها تمام الاقتناع وراضية عنها. الروائي يكتب ما كان وما سيكون وما هو كائن. الروائي وظيفته إن هو يخلق حدوتة جميلة فيها حكايات وفيها خلاصة مشاعر إنسانية بتجمع ما بين السرد الشعري وما بين التأريخ. هو حلقة الوصل ما بين التأريخ وما بين أبيات الشعر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار المبادرة التي تنظمها مجموعة الرواية المسافرة كل أحد، وهذه المرة سنتحدث عن الكاتب إبراهيم أحمد عيسى، وعن انطباع عن بعض رواياته، وبصفتي قد قرأت بعضا منها وكانت الأحب إلى قلبي، حيث امتازت بلغة عربية صحيحة خالية من الشوائب دون أخطاء نحوية، كما أنها تحتوي على بعض الأخلاق النبيلة المدرجة في محتوى الرواية وأفعال الأبطال. وأغلب رواياته تحتفظ بطابع ديني وحافظ بعيد عن اللا أخلاقيات. والجميل في رواياته أنها تتحدث عن التاريخ وتفاصيله وعن كل عريق قد مسح أثره اليوم.
كما أنني أحب أن أسأله عن مصدر إلهامه وعن مصادره في كتاباته. وأتقدم بالشكر الخالص للكاتب عن ما يقدمه لنا من روائع الأدب ولأعضاء مجموعة الرواية المسافرة. كل الشكر لك أستاذة آية، سعيد بمداخلتك. حضرتك سألتي عن مصدر الإلهام، ومصدر الإلهام قد يكون موقف، قد يكون شخص، قد يكون حيوان، أو مشهد طبيعي. مصادر الإلهام للروائيين متعددة، وإن كان أغلبهم فهي تجاربنا وحياتنا وتفاصيل معاملاتنا الإنسانية مع بعض. ده مصدر الإلهام لأي كاتب. الكاتب بيستخلص أو بيختلف من كاتب لكاتب طبعا. مساء الخير. بداية أتوجه بالترحيب بالكاتب والمبدع إبراهيم أحمد عيسى بيننا اليوم، ونشكره على قبول الدعوة ونتمنى له مقاما طيبا بيننا. ثم أشكر كل القائمين والمنظمين والساهرين على دوام إشعاع الرواية المسافرة، ومن خلالها كاتب بيننا. وأيضا التحية موصولة والشكر لكل الأعضاء والمتتبعين الكرام. سؤالي الليلة هو كالتالي: الكاتب والمبدع سي إبراهيم أحمد عيسى، إلى أي حد يمكن أو أن نقول أن الكاتب يستطيع مناقشة وطرح القضايا التي تتخبط فيها البشرية بصفة عامة، وتلك التي يكون سببها الطغيان والفساد واستغلال السلطة والمناصب بصفة خاصة؟ وشكرا. كانت معكم قارئة لطيفة القراوي من أسفي. الشكر موصول لك يا أستاذة لطيفة. خلينا أقول إن التاريخ أحداثه متشابهة لحد التطابق في بعض الأحيان، وإن اختلف الزمان واختلف المكان واختلفت الشخصيات، لكن بيبقى الحدث بيحمل أوجه كثيرة نقدر من خلاله إسقاط الضوء على ما يحدث في عالمنا الآن. وده بيحصل كتير. يعني احنا لو قارنا مثلا بعض القراء، بلاش يعني أقول أنا، بعض القراء تحدثوا عن ما يحدث مثلا من أثيوبيا ونهر النيل والسد، بيربطوه بالشدة المستنصرية والأحداث اللي حصلت في رواية ابقى حيا. فالموضوع بيبقى فيه إسقاط أظن من جميع الكتاب على مر العصور، من بداية الرواية المعاصرة كمان. بيضيفوا همومهم وهموم الأمة وهموم الأوطان بتاعتهم من خلال السرد ومن خلال إسقاطات معينة. وأظن يعني محمد شكري في الخبز الحافي عمل كده. في التاريخ درر منسية، في أحداث تاريخية مهمة جدا غفل عنها الناس. يمكن التاريخ المدرسي في بلداننا العربية بيعتمد على حفظ تواريخ وفقط. عام 1500 وكذا حدث كذا وكذا وكذا، فكان تقريري، يعني تاريخ تقريري. لكن خبايا التاريخ كثيرة. في ناس عاشت قبلنا، في ناس كان عندها هموم وكان عندها أحلام وكان عندها طموحات في يوم من الأيام. في ناس كان عندها أمال وكان عندها بيوت وعائلات وأراضي ومزارع. الناس دي راحت فين؟ الناس دي منسية من التاريخ، بالرغم أنها كانت مؤثرة جدا. الناس البسيطة جدا اللي هي عامة الشعب. احنا وصل لنا التاريخ عن الأمراء والملوك والحاشية اللي قريبة منهم، لكن الشعب في الوقت ده محدش اتكلم عنه. فأنا بختار المواضيع المنسية والمهملة تماما. يعني مثال كرواية باري، المعلومات فيها ضئيلة جدا، المعلومات التاريخية عنها ضئيلة جدا. كان عليا أن أنا أخلق مجتمع كامل
بتفاصيله، بالعنصر الرومي والعنصر الأمازيغي والعنصر العربي. كان في لازم يبقى في فصل ما بين كل ده وده، وكل واحد طاغي عليه برضو شيء معين، لأن احنا بنتكلم في فترة حديثة جدا وحديثة العهد بالإسلام يعني، وفي الحضارة الإسلامية. أنا كنت عاوز أسأل أستاذ الكاتب الكبير إبراهيم أحمد عيسى، إن عايز أعرف الشغل الجديد بقى اللي جاي، هل هيفضل مصر على نفس الاتجاه التاريخي ولا ممكن يغير بلون تاني أدبي؟ هو السؤال ده أنا سألته مرات كتيرة جدا، لكن أنا مكمل على نهج الرواية التاريخية، وإن كتبت لون تاني في أي وقت كان فأظن إن ده هيكون برضو قريب كحد، مش كاستراحة يعني من الأدب التاريخي شوية. لكن أنا عندي مشروع حكاية المنسيين، وأظن إن هو أولى بالإكمال والأهم إن هو يكمل في الوقت الحالي، فأنا مكمل في موضوع الرواية التاريخية. مساء النور لجميع الصديقات والأصدقاء بمجموعة رواية مسافرة، وتحية خاصة لأديبنا المبدع إبراهيم أحمد عيسى. لا أذيع سرا أصدقائي الأعزاء إذا قلت أن الإعداد لهذه الحلقة كان ممتعا إمتاعا لا يضاهيه إلا هذا اللقاء الذي يضارعه متعة وإفادة. نيابة عن نفسي وأصالة عن جميع الطاقم المنظم وأعضاء وعضوات المجموعة الأولى والثانية واتساب ومجموعة الفيسبوك، أقدم شكري الخالص للكاتب الذي بيننا وسيظل معنا. نشعر أنه من خلال تواصله هذا قد عضد تواصله الإبداعي بعرى موثوقة، وقد مد إلينا جسرا فمددنا إليه جسورا. لقاؤنا اليوم هو أرخبيل إنساني عميق، سعداء بهذا التواصل من المحيط إلى الخليج. إن تاريخنا الممتد عربيا وإنسانيا لا شك أنه سيزهر هنا وهناك وهنالك عبر هذه الأجيال التي تشترك أفق المحبة. محبتنا الممتدة لك أيها البهي، لقد كنت معنا في لقاء سنخلده ونذكرك به وتذكرنا. دمت مبدعا ومتألقا، وقبل أن نستودعك الله نطلب منك كما ألفنا أن نطلب من الضيوف السابقين أن ترشح لنا كاتبا يحل بيننا في قادم الأيام. كل الشكر لك أخي شكيب، يعني من البداية من وقت تواصلك معي كان الأمر جميل، ووجدت حفاوة من الأصدقاء اللي بلغوني إن هم بيسجلوا انطباعات يعني. فهي جميلة تجربة الرواية المسافرة، جميلة جدا، وأنا كنت وما زلت سعيد، خاصة إنها في يوم عيد ميلادي. ففي يوم عيد ميلادي أنا معاكم بقضي يعني الوقت المتميز والرائع مع النخبة المثقفة الواعية. سعدت بيكم جدا، وسعدت بالحوار معكم وبالردود على الأسئلة، ويا رب أكون عند حسن ظنكم. وإن كنت بتحدث بالعامية المصرية فأنا أردت بس يعني إن أنا أكون تلقائي وعلى طبيعتي جدا في التعامل بكل بساطة. فشكرا لكم على الاستضافة الجميلة، وشكرا على مجهودكم، وشكرا على المجموعة الجميلة جدا الرواية المسافرة اللي أنا إن شاء الله هواظب وأكون جزء منها، ويشرفني إن أنا أكون جزء منها. أما بخصوص ترشيحي لكاتب آخر فأنا بصراحة محتار، يعني أنا محتار لأن في أسماء كتيرة جدا نقدر نرشحها، وأنا يعني اطلعت على بعض اللقاءات السابقة، فاعفيني أنا من يعني من الحرج ده إن أنا أرشح حد. وإن كان فعندنا في مصر بعض الكتاب يستحقوا يعني الدعم، ويستحقوا إن الناس تقرأ لهم. فأنا أرشح، معرفش أنتوا عملتوا مع الدكتور أحمد خيري العمري لقاء ولا لأ، فأنا أرشح دكتور أحمد خيري، وأظن إن هو هيرحب بالموضوع ده. هو عراقي وعايش في الإمارات، وطبعا كتاباته معروفة، هو معروف جدا، فده اقتراحي يعني.
ولكم واسع النظر، وشكرا لكم مرة أخرى، وسعدت بهذا اللقاء جدا جدا جدا. في نهاية هذا السفر الماتع الذي ربط الجسور بين المغرب ومصر، نتقدم باسمكم جميعا لضيفنا الروائي إبراهيم أحمد عيسى بجزيل الشكر على قبول الدعوة أولا، وعلى صبره وتحمله لطول اللقاء وكثرة الأسئلة، ولكنها رغبتنا في أن نعرف عنه أكثر وأن نقترب من عالمه الروائي. الشكر موصول لكم أعزائي أعزاتي من أعضاء المجموعة على المتابعة والمساهمة في إنجاح هذا اللقاء. نضرب لكم موعدا مع كاتب آخر الأحد المقبل. دمتم أوفياء.